مبروك المدام حامل. لو انت حامل جديد ولسه مش عارفة المفروض ايه مسموح لك وايه مش مسموح لك في اول 3 شهور حمل، ايه الحاجات الطبيعي اللي ممكن تحصل وازاي تتعاملي معاها، وايه الحاجات اللي بتقول ان في خطر على صحتك او على البيبي اللي في بطنك ومحتاجة ان انت تلجئي للدكتور في ساعتها. تابعي الفيديو ده وهتعرفي كل اللي محتاجة تعرفيه عن اول 3 شهور حمل. انا دكتورة ياسمين ودي جاينستا. لأن حسابات الدكاترة في الحمل بتبقى مختلفة عن حساباتك شويتين 3. فلو انت البيريد بتاعتك منتظمة وتأخرت يومين ورحتي عملت اختبار الحمل وطلع إيجابي، فمبروك انت حامل في 4 أسابيع، يعني شهر كامل. في المرحلة دي بنكون لسه مش متوقعين قوي ان احنا نقدر نشوف بالسونار كيس الحمل او البيبي، لكن مهم جدا في الفترة دي بنعمل تشيك اب ان احنا تحاليلنا المطلوبة وفيتاميناتنا نبدأ ناخدها. اهم فيتامين بناخده في الفترة دي هو الفوليك اسيد، والفوليك اسيد مهم جدا علشان يحمي من التشوهات العصبية للبيبي. ممكن ناخده لوحده كفوليك اسيد وممكن ناخده مع مالتي فيتامينز تانية. لو انت بتاخدي الفوليك اسيد وحاسه ان هو بيضايق معدتك شويه لما بتاخديه الصبح او في نص اليوم، ساعتها هنصحك انك تاخديه بالليل قبل ما تنامي على طول، والتعب ده هيروح ان شاء الله. طيب، ايه هي بقى المشاكل او الاعراض اللي بتحصل في اول 3 شهور حمل وازاي نقدر نتعامل معاها؟ اول حاجه وهو الاجهاد. طول الوقت حاسه ان انت ما عندكش طاقه، مش قادره تبذلي مجهود الطبيعي اللي كنت بتعمليه كل يوم قبل كده، ما عدتش قادره حتى تعملي ربعه. فده كله طبيعي وبسبب هرمون الحمل اللي هو البروجستيرون. هنصحك في الوقت ده ان انت تحاولي تاخدي قيلوله على فترات متباعده من اليوم تجددي فيها نشاطك، لكن كل ده طبيعي ومرحله مؤقته وهتعدي. تاني حاجة ممكن تحصل في الحمل بعد الإجهاد هي آلام الثدي. وآلام الثدي ديت نتيجة إن الأنسجة بتاعته تبقى حساسة لهرمونات الحمل. نصيحتي ليكي هتبقى إنك تلبسي برا مريحة مقاسها مناسب، وكمان لو الوجع كان شديد قوي ممكن إن احنا نحط كمادات باردة عليه شوية. وبعد ما يعدي أول 3 شهور حمل جسمك هيكون اتعود على الهرمونات ديت وبطل يبقى حساس ليها، فالألم ده هيهدى شوية. تالت حاجة ممكن تحصل هي الحموضة. ستات كتير جدا بيشتكوا من الحموضة من أول الحمل لحد آخره، بس احنا عندنا في أول 3 شهور حمل سبب الحموضة ما بيبقاش إن البطن كبيرة وضغطة على المعدة، لأ، بيبقى بسبب إن هرمون البروجستيرون اللي هو هرمون الحمل بتاعنا بيخلي فيه ارتخاء في الصمام اللي ما بين المريء وما بين المعدة، فيبقى سهل جدا إن الحامض بتاع المعدة يرجع للمريء ويعمل حموضة. طب ازاي اتعامل مع حاجة زي دي؟ اولا بلاش ناكل وبعدين ننام على طول، لازم يكون في مسافة ما بين الاتنين. رقم 2 هنقسم الوجبات بتاعتنا على 6 مرات في اليوم بدل ما هم 3 مرات، ويبقى في كل مرة كمية اقل من الاكل. تالت حاجة هنبعد عن المخللات والحوادق، الاكل المسبك، الاكل المقلي، الفاست فود زي ما قلنا قبل كده. 4 هنقلل الكافيين بتاعنا، كفاية قوي فنجان قهوة واحد في اليوم أو كوباية شاي. 5 هنشرب مية كتير برضو على قد ما نقدر. رابع حاجة وهي الغثيان والقيء. من الطبيعي جدا ان يحصل غثيان وقيء في 50 ل 80% من الستات في أول 3 شهور حمل. المفروض ان المتوقع أبطو مرة أو مرتين قيء في اليوم، مش أكتر من كده. لو أكتر من كده هنلجأ للدكتور بتاعنا علشان ساعتها ممكن نحتاج ناخد علاج، أو في بعض الحالات بتحتاج إن هي تتحجز في المستشفى. لكن في الحالات البسيطة من القيء والغثيان فنصايحي ليكي أول حاجة إن يكون جنب السرير دايما في بسكوت مملح أو بقسماط أو أي حاجة ناشفة تاكليها قبل ما تقومي تتحركي الصبح لما تصحي من النوم. حافظي دايما على مدار اليوم ان معدتك ما تبقاش فاضية ابدا، لان دي اكتر حاجة بتسبب احساس الغثيان. تالت حاجة نظبط اكلنا زي ما قلنا، خضار، فاكهة، بروتين، شرب مية كتير.
رابع حاجة، لو في أكل معين أنا حاسة إن هو بيزود عندي الإحساس بتاع الغثيان أو القيء، أتجنبه تماما مهما كان أهميته أنا شايفة إن هي ممكن تكون إيه. واهم حاجه تبقوا عارفينها انه مش كل الستات بيحسوا باحساس الغثيان او القيء في اول الحمل. فلو انت ما عندكيش غثيان او قيء، اوعي تفكري ان ده معناه ان في مشكله في الحمل. مفيش علاقه خالص. ممكن 50% من الستات ما يحصل لهمش الاعراض دي ويكون حملهم طبيعي تماما. مش من المتوقع حدوث انخفاض في ضغط الدم في اول 3 شهور من الحمل، لكن لو حصل ان انت لقيتي نفسك كل ما بتقومي تتحركي بتحسي بدوخة شديدة وبعدين تبدأي تستعيدي توازنك، فنصيحتي ليكي هتبقى في اول حركتك ما تقوميش تتحركي على طول. يعني لو انت قاعدة، قومي بالراحة واسندي على الكرسي اللي انت قاعدة عليه الاول، واول ما تلاقي نفسك استعدتي توازنك وبقيتي كويسة ابدأي اتحركي، لكن ما تقوميش تتحركي على طول. ما انتش محتاجة بقى الكلام اللي بيتقال بتاع انت بتاكلي الاتنين وزودي اكلك بقى كتير، والكلام ده كله هيسبب زيادة في وزنك انت ومشاكل صحية ليكي انت على المدى البعيد، لكن ملوش علاقة خالص بالغذاء اللي بيوصل للبيبي. في ستات كمان بتقلق جدا لما بتحس بمغص في اسفل البطن شبيه بمغص البريود. احب اقولك انه في الاول المغص ده طالما بسيط وبيروح مش موجود بشكل مستمر ولا يصاحبه نزول دم، فهو شيء طبيعي جدا بيحصل لكل الحوامل. امتى اقلق من المغص ده؟ لو بقى شديد لا يحتمل، اشد كمان من مغص البريود، لو بدأ ينزل معاه دم، ساعتها هلجأ على طول للدكتور علشان يديني علاج يناسب الحالة اللي أنا فيها دلوقتي. لكن طول ما المغص بسيط وبيروح وبيجي مفيش قلق خالص. كذلك نزول نقط دم بسيطة. نزول نقط دم بسيطة في الأسبوع من الرابع للسادس فهو متوقع جدا نتيجة إنه البيبي بيغرز نفسه في بطانة الرحم، فدي برضو مش حاجة مقلقة. تقلقي امتى؟ لو الدم كان كميته كبيرة أو كان معاه ألم شديد في أسفل البطن. وأخيرا، لو انت من محبي الحيوانات وعندك قطة بتربيها في البيت، هنصحك ان حد تاني هو اللي يغير لها الرمل بتاعها بدلا منك، علشان تتجنبي ان يحصل لك عدوى بالتوكسوبلازما. التوكسوبلازما للأسف بتسبب حدوث إجهاض، ولو لازم ان انت اللي تغيري الرمل ده يبقى على الأقل بعد كل مرة تغيير الرمل تغسلي ايدك كويس جدا بالمية والصابون. دلوقتي احنا اتكلمنا عن اهم نصايح للستات في اول 3 شهور حمل، اتكلمنا عن الاعراض المتوقعة في اول 3 شهور حمل وازاي نتعامل معاها. تالت حاجة سؤال بيجي كتير جدا، طب يا دكتور انا كنت باخد علاجات لمشكلة ما عندي وبعدين اكتشفت ان انا حامل فوقفتها، ازاي اطمن ان البيبي ما حصلوش مشكلة بسبب الادوية دي؟ هقولك اطمني، لو الأدوية ديت بأي شكل من الأشكال أثرت على الحمل بتاعك فهيحصل إجهاض، مش هيحصل تشوهات في المرحلة دي. إمتى يحصل تشوهات؟ لو أنا أخدت أدوية في الأسبوع السابع الثامن so on، فده ممكن يكون حصل تشوه للبيبي لو الأدوية دي ممنوع أخدها في الحمل، وساعتها هننصح بالفحص التفصيلي للبيبي اللي بنعمله من الأسبوع ال11 للأسبوع ال13 في الحمل. ما تقلقيش. أتمنى يا رب أكون جاوبت على كل الحاجات اللي بتيجي في بالكم بخصوص الحمل في أول 3 شهور ومشاكله وإزاي نتغلب عليها. ولو أي حد عنده أي سؤال يسيبه في كومنت وهرد عليه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسابسكرايب للقناة وشير لأصحابكم. مع السلامة.